تل أبيب دلوقتي مش بس بتتهز، دي بتتحرق حرفيا. صواريخ بتخترق السماء، ودرونز ملهاش صوت، وانفجارات بتهز قلب الكيان. والناس اللي كانت بتنام وهي آمنة صحيوا على كوابيس. إيران ضربت وضربت جامد، 150 صاروخ و100 درونز، هجمات منظمة ومخططة وموجهة، مش غلطة ومش تحذير، لأ دي رسالة. صوت صفارات الإنذار هناك زي صوت الرصاص اللي بيدوي في غزة كل ليلة. والناس اللي تحت الأنقاض عندهم كانت زي ناسنا اللي كنا بنبكي عليهم من بعيد. واحنا مش متفاجئين، احنا كنا مستنيين اللحظة اللي يترد فيها الظلم، لحظة الحساب. النهاردة تل أبيب هي اللي بتستخبى، هي اللي بتموت من الخوف، هي اللي بتدور على ملاجئ. وأخيرا اللي كان دايما بيدوس اتداس عليه. لكن هل نطمن؟ هل نحتفل أو نصدق؟ لأ، لازم نكون واعيين. إيران مش ملاك، إيران عندها سجل مش نظيف، لا في سوريا ولا في العراق ولا حتى في الخليج. إيران مش صاحبتنا، لكن في اللحظة دي عدو عدونا يبقى أقرب صديق. عدو عدونا ممكن يسيبه يخلص الشغل اللي مش نظيف، بس مش معنى كده إننا ننسى هو مين. بمعنى أصح خليهم يضربوا في بعض وإحنا بنتفرج. وبرضه ما ننساش اللي بيضرب في الكيان النهاردة ممكن يوجه الضرب لينا بكرة. بس الخوف الحقيقي بقى إن إسرائيل تفقد أعصابها وترد برد نووي، إن الحرب دي تجر العالم كله معاها، إن نار الشرق الأوسط تبقى جحيم فعلي مش مجازي، واللعبة يدخل فيها أمريكا وحزب الله وغيرهم. إحنا بنتكلم عن منطقة أي شرارة فيها ممكن تقلب الكوكب. لو ده حصل الموضوع مش هيبقى مجرد حرب، إحنا كده بنحضر لنهاية الكوكب، أو بمعنى أصح ليوم القيامة. بس برضو في اللحظة دي الشعوب العربية كلها عندها نفس الإحساس، إن الدم اللي سال في غزة ممكن يسيب أثر، وإن الدعوات اللي اترفعت من تحت الركام لسه ليها ميعاد. يا رب زي ما هم دمروا بيوت وشتتوا أسر وجوعوا أطفال، يدوقوا من نفس المرار، يعرفوا يعني إيه تفقد ابنك، يعني إيه تبقى محاصر، يعني إيه تموت وإنت ساكت عشان صوتك ما بيوصلش. وآخر الكلام، اللي بيزرع نار لازم في يوم يتحرق بيها، واللي كان فوق الناس لازم ينزل تحت التراب. والتاريخ دايما بيفاجئك لما يقلب الصفحة.